هذا اللي عرفته في الأخير يعني في المختصرة، أنه كان يؤخر الصلاة وليس تاركها. سبحان الله. ما هو تاركها بالكليا، يؤخر يعني يكسل على صلاة الظهر وتجي له شغلة ويخش عليها صلاة العصر، يقول لك يلا أصلي الظهر والعصر مع بعض أجمع، أو المغرب والعشاء. وبعضهم يقول لك لا يكمل اليوم كله، يقول مو هو هي صلاة كده. الإخوان بعض الإخوان مسكتهم يقول لك مو المفروض إن أصلي، خلاص ما لك إلا أن أصلي، فيجمع الخمس الفروض كلها مع بعض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا لما جيت أغسله كان لونه عادي طبيعي، بدأ السواد ينزل هنا من جبينه إلى عينه، ثم بدأ ينزل لغاية أسفل الدقن. نعم. أنا بصراحة خفت. نعم. وأنت تغسله؟ وأنا بغسل هي خفت إنه يعني التحرك ده تخيلت إنه حيوصل ليدي مدام بدأ هنا، فلقيته ما تحرك من منبت الشعر إلى أسفل الدقن، ومن لحمة الإذن اليمنى إلى لحمة الإذن اليسرى. لو قلبت أداني من وراء حتلاقيه أبيض، من هنا رقبته أبيض، من هنا أبيض. إنما الوجه هذا تحول إلى سواد الفحم. كيف تحول؟ وهذا ليس بغريب، ذكر في القرآن يوم تسود وجوه ويوم تبيض وجوه. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. نعم. ابن عباس يقول للسيئة سوادا في الوجه، نسأل الله العافية. قد يكون سواد معنوي لكن بعد الموت يرى عند بعض الناس. نعم له حكمة سبحانه وتعالى. نعم.